I have been eating for half an hour and I haven't finished yet. الزمن اللي انا استخدمته دوت زمن اسمه المضارع التام المستمر، بيعبر عن حاجة بدأت وما زالت وستظل. بيتكون من have أو has been والفيرب عليه ing. أنا لسه ما خلصتش أكل فعشان كده بستخدمه. الحمد لله. أسيل تعالي شيل الأكل. I have eaten my lunch، يعني أنا أتممت أو خلصت أكل الغداء. طالما أنا خلصت بستخدم المضارع التام have أو has والPP. I have eaten my lunch. لكن الزمنين الاتنين ينفعهم ويبقوا صح واستخدامهم صحيح لو جم مع الأفعال الدائمة. يعني إيه الأفعال الدائمة؟ يعني الأفعال اللي عايشة معانا سنين، زي work، زي live، زي study، زي learn. مثال: أنا شغال مدرس بقالي 20 سنة. I have worked as a teacher for 20 years. هي نفس المعنى بتاع I have been working as a teacher for 20 years. هم عايشين في أسوان بقالهم 5 سنين. They have lived in أسوان for 5 years. هي نفس المعنى بتاع they have been living in أسوان for 5 years. My eyes are red. عيني حمرا. I have been studying all night. طول الليل عمال أذاكر. استخدمت المضارع التام المستمر have been studying لأنه انتهى، مش شرط يكون لسه شغال، بس له أثر محسوس ومتشاف باين بالحواس. My hands are dirty because I have been washing my bike. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا ايديا قذرة لان انا كنت بغسل عجلتي فانتهى الغسيل، لكن الاثر محسوس وملموس. I am sad because I have broken my bike. أنا حزين لأني كسرت العجلة. استخدمت المضارع التام وما استخدمتش المضارع التام المستمر لأن حدث الكسر ما هوش طويل، ده هي انكسرت في لحظة. إذن المضارع التام البسيط يشتغل في حالة لو الفعل قصير المدى، زي مثلا I have lost my mobile. فقدت موبايلي، لحظة ضاع مني. مش هينفع أقول I have been losing my mobile. إنما لو الشركة عمالة تخسر بقالها سنين فأقول the company has been losing money. I have broken my leg. استخدمت المضارع التام لأن حدث الكسر حدث لحظي، مش هينفع يبقى مستمر. يعني غلط أقول I have been breaking
my leg. I can't walk. مش قادر امشي. عاش يا وحش. I have been going to the gym since 2020. يعني أنا بروح الجيم من سنة 2020. بنستخدم المضارع التام المستمر للدلالة على أحداث متكررة، فمروحي للجيم هو متكرر. الأفعال نوعين، أكشن ونون أكشن. أكشن يعني حركي، في فعل، في حاجة بتحصل. نون أكشن يعني ثابت، يعني ما بتحركش. قارن كده بين الفعلين. walk يمشي، ده أكشن. طب نو يعرف، ده نون أكشن. play يلعب، ده أكشن. طب love يحب، ده نون أكشن. المضارع التام المستمر ما بيستخدمش النون أكشن. يعني المضارع التام المستمر have been والاي ان جي ما يجيش مع love، ما يجيش مع know، ما يجيش مع understand، ما يجيش مع have يمتلك. انا بمتلك القطة ديت بقالي 3 شهور. اختار انت الصح. I have had this cat for 3 months. ولا I have been having this cat for 3 months. الصح I have had، لأن have يمتلك والامتلاك non action. 1 2 3 4 5 6. أنا لسه شاري ال6 كتب دول عشان أتعلم فيهم شوية جرامر. أقول I have bought 6 books ولا I have been buying 6 books. المضارع التام هو اللي يشتغل مع العدد. المضارع التام المستمر ما يجيش مع العدد. يبقى I have bought. أما المضارع التام المستمر يجي مع المدد. I have been reading for 2 hours. بقالي ساعتين بقرأ. 2 hours مش عدد، ده مدد. أنا لحد اللحظة زرت 5 دول أوروبية. I have visited 6 European countries. وما ينفعش have been visiting لأنه ما يجيش مع العدد ولا الكمية بالمناسبة. ألو؟ معقول؟ إمتى حصل الكلام ده؟ خلاص. After I have finished I will call you back. After I have finished. وما ينفعش أقول after I have been finishing لأن المضارع التام هو اللي بيستخدم بعد الروابط وليس المضارع التام المستمر. لما أخلص واجبي هخرج ألعب شوية. After I have done my homework I will play. طب ينفع أقول after I have been doing
لا، بعد الروابط مضارع تام مش مضارع تام مستمر.